يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل حاجة حلوة خالص. أنا جبت 2 كيلو جمبري اللي هو الصغنون ده، كان الكيلو ب50 جنيه، جبت ال2 كيلو ب100 جنيه. وبعد ما قشرته كان الصافي بتاعه نص كيلو جمبري، لحم صافي. دلوقتي هتبله واعمل منه احلى الاكلات. ضفت نص كوباية لبن ومعلقة بقى من الكمون والملح والفلفل الاسمر والشطة، وثلاث معالق خل، وليمونتين كبار لازم تعصريهم كويس جدا. وكل الخلطة دي معاها طبعا راس تومة مهرية جامد ومدقوها جامد جامد، تبقى مهرية على الاخر. واقلب كل ده واحطه في التلاجة لمدة ساعتين 2. يا احلى تتبيلة في الدنيا. هاخد شوية كده من الجمبري علشان تشوفي معايا انا هعمل بيه ايه. اول صنف من الاصناف انا مش هقولك عليه، انتي هتشوفي معايا انا هعمل ايه وانتي اللي هتحكمي. جبت الكبة بتاعتي وحطيت قد كده، يعني ايه، شوية كده من الجمبري علشان افرمه جامد واهريه خالص. شفتي عامل ازاي؟ عجينة خالص مهرية على الاخر. هحطها في طبق، وبرضو في نفس الكبة بتاعتك هتحطي فيها بصلاية كبيرة، 10 فصوص توم، وشوية بقى خضار ما تكتريش، شبت وكزبرة. بس يا ستي تضربي كل المكونات دي كلها مع بعض في الكبة ضربة حلوة خالص. وكمان تحطي عليهم الجمبري المفروم بتاعك. لازم المكونات دي تتهري جامد جامد خالص، علشان دلوقتي هحط عليها مكون الاخير طبعا. علشان اعمل ايه برضو مش هقولك، هتشوفوا انا هعمل ايه. ودلوقتي نيجي للمكون الاخير، الرز. انا بالظبط عملت نص كيلو رز على 200 جرام جمبري. برضو في الكبة بتاعتك هتفرميهم جامد جامد، يطحنوا لدرجة انها تبقى مثلا 3/4 طحين كده. وبهاراتك بقى معلقة زنجبيل ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة كمون، وكل الخليط مع بعضه تعجنيه عجنة حلوة خالص. تعجنيه بحيث العجينة تبقى ناعمة تحت ايديكي. اظن عرفتوا دلوقتي انا هعمل ايه. هعمل كفتة جمبري حلوة خالص. تبلي ايديكي زيت وتقعدي بقى تصبعي احلى كفتة جمبري هتدوقيها في حياتك، طعمها خرافة. تعالوا يلا بينا نعمل كل الكمية وتشوفي انا هعمل كمية قد ايه. بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة خالص. صدقيني هتوفر معاكي جامد. زيت على النار وتحمري بقى الصوابع بتاعتك بتاعت الكفتة الجمبري حلوة خالص. لا ولا الريحة خرافة. تضربي نص كيلو طماطم في الخلاط، بس تسبكيها وتحطي عليها الكفتة بتاعتك. بس هي كده اتعملت، تسيبيها تستوي لمدة نص ساعة، ما بتاخدش وقت. ونرجع تاني نعمل صنف جديد من الأصناف بتاعتنا بتاعت الجمبري. هناخد شوية حلوين كده في طبق وهنركنهم على جنب، وهناخد بقية الجمبري مع التتبيلة. وهنحط ايه بقى يا ستي، كوباية بحالها دقيق، وكوباية بحالها نشا، وكوباية مية معاهم. وهتقلبي الخليط ده كله خالص عشان يبقى معاكي خليط حلو خالص تعملي بيه احلى جمبري مقلي في الدنيا. طيب انا هحط فيه كريسبي كده، اكياس كريسبي بتتباع، هحط 5 معالق معاهم، يعني عشان تبقى سبايسي شوية. هي بصراحة كريسبي ده حار، لو في اولاد ممكن اللي انتي تقللي شوية، بس احنا بنحب الجمبري المقلي يبقى سبايسي. بس زيت على النار وكبشة بقى حلوة كده محترمة. تعملي اقراص الجمبري المقلية، عايزة اقراص صغنونة ماشي، اقراص كبيرة ماشي.
وبراحتك. اللي انتي مثلا تحمريها نص تحميرة او تحميرة كاملة. احنا بنحبه متحمر شوية اكتر زيادة، بنحبه جوسي من جوه ومقرمش وطعم من بره. وانا هقليه دلوقتي قلية حلوة كده عشان يبقى قرمش. الولاد عندي بيحبوه مقرمش كده، ما شاء الله كده تحفة. لو انتي عايزة اللي هو يتقلي اقل من القلية دي مفيش مشكلة، انتي وحسب رغبتك ورغبة طبعا حبايبك اللي حواليكي اللي هم هياكلوا من الاكلة الحلوة دي. ما شاء الله. هتطلعيها دلوقتي على ورق التنشيف، وبعد ما تخلصي كل الكمية يلا بينا على الأكلة اللي بعدها. حتة زبدة وشوية زيت وراس تومة برضو مدقوقة قوي مهرية ومعلقة كزبرة. بس تعملي بقى التتبيلة بتاعت الملوخية بالجمبري حلوة خالص. الملوخية بتاعتك اللي احنا خزناها وكانت طريقتها على القناة بتاعتي، طريقة تخزين الملوخية، لو حبيتي حضرتك اللي انت تشوفيها. بس خلاص نحط معلقتين جمبري على الملوخية، غلوتين على النار وتعملي احلى ملوخية جمبري في الدنيا. يا خبر ابيض ولا الريحة. وممكن اللي حضرتك تضيفيه مكعب من المرقة براحتك، عايزة تضيفيها براحتك، مش عايزة مفيش مشكلة، مش هتأثر على الطعم. تسيبيها بس اول ما تبتدي تغلي غلوة واحدة بس كده كده جاهزة. يا خبر ابيض على الطعامة، يا خبر ابيض على الريحة، لا خطيرة في منتهى الجمال والروعة. ويلا بينا على الأكلة اللي بعدها. شوية زيت ومعلقة سمنة وبصلاية مقطعاها حتت صغنونة على النار بقى، تشوحيها تخليها بقى براحتك لونها بني. انا بصراحة بحبها غامقة شوية علشان تعمل احلى رز صيادية بالجمبري. الرز بتاعك نص كيلو رز كنت غسلاه ونقعاه 10 دقايق وصفيته من المية، وهحطه دلوقتي على التقلية. التقلية طبعا اللي هي البصلة المتحمرة ومتحمرة زيادة حبتين. هنقلبهم تقلبتين حلوين كده لغاية ما الرز يتشرب البصلة المتحمرة. وبس هتحطي بقى بقية الجمبري عليها اللي كان في الطبق اللي انا كنت حطاه في جنب، وعليه بقى البهارات بتاعتك، معلقة ملح ومعلقة كمون. بس لو عايزة معلقة شطة براحتك، بس انا ما كنتش عايزاه سبايسي. ونحط المية المغلية بتاعتنا ونقلب الرز تقلبتين حلوين كده. بس خلاص هغطيه واسيبه بقى يستوي على راحته. الله 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 الله، ايه الجمال والحلاوة دي، ايه الاكل الطعمة دي، ده حاجة في منتهى الجمال والروعة. لا حاجات خرافة. كل ده ب2 كيلو جمبري من الصغير الجميل ده. اه والله اللي هو الصغنون خالص ده. ايوه تقدري تعملي بيه احلى اكلات في الدنيا، وتبقى معاكي وليمة سفرة حلوة. الملوخية بالجمبري والكفتة بتاعت الجمبري، يا روايحك يا مطبخ كوكي. ولا الرز الصيادية بالجمبري، ولا ايه بقى اقراص الجمبري، حاجة خطيرة. ده انا مش قادرة ابطل اكل، ده انا هاكل كل السفرة. لا لا لا، ده انا بدوم من كل حاجة لوحدها لاني بجد في منتهى الجمال والروعة. كل الاكل الحلو الطعم ده فيه بجد البركة. البركة في حياتنا مطلوبة بسم الله ما شاء الله. وكمان حاجة الحب، طالما بتعملي الحاجة بحب اكيد هتطلع حلوة خالص لحبايبك لولادك لحبابك، بألف هنا وصحتين. يا ريت يا ست الكل ما تكسليش. هو بصراحة الجمبري متعب في تقشيره شوية كمنه صغنون، بس حلو في الطعم بجد خطير. وهتعملي وليمة احلى اكلات في الدنيا، هتفرحي حبايبك بيها. شفتي الجمبري، راس الجمبري دي خرافة والله، مليانة جمبري. ولا الطعم جميل في منتهى الجمال والروعة، جوسي من جوه وكريسبي من بره. ده هتتاكل اكل بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. استنوني مع طريقة جديدة وطبخة جديدة من مطبخ كوكي. مستنية تعليقاتكم واللايك الجميل بتاعكم.
بحبكم في الله.